السلام. معكم مصطفى، فيديو جديد واول فيديو في هذه القناه اللي كيتعلق بالتعلم ديال اللغه الانجليزيه بالدارجه بطريقه سهله وسلسه ان شاء الله، اللي غادي يتبعوا كذلك فيديوهات اخرين وفيديوهات جداد اللي غيتعلقوا كذلك بنفس الموضوع، اللي ان شاء الله غنعرفوا فيهم القواعد ديال اللغه الانجليزيه، كيفاش نفهموهم، المصطلحات والمفاهيم في مختلف المجالات، كيفاش نجمعوهم، كيفاش نربطوهم ونديروهم في جمل، كيفاش نبقاو حافظينهم وعاقلين عليهم الى اخره. اولا قبل ما ندخل في المحتوى ديال هذا الفيديو بغينا نسولوا واحد السؤال مهم، اللي هو علاش خصنا نتعلموا اللغه الانجليزيه، وكيفاش خصنا نتعلموا اللغه الانجليزيه، او كيفاش نتعلموا اي لغه اخرى. اولا نجاوبوا على هذا السؤال ديال علاش خصنا نتعلموا اللغه الانجليزيه. بطبيعه الحال هذا السؤال هذا الجواب عليه باين، ونقدروا نقولوا سؤال ما خصوش يتسول، لحقاش دابا في هذه الحقبه فاش حنا عايشين اللغه الانجليزيه اصبحت واحد اللغه اللي مهمه جدا، اللي تقريبا واحد البورسونتاج كبير ديال الناس في العالم كامل تيهضروا بها. نقدر نقول بلي كتكون واحد اللغه اللي كتربط ما بين واحد جوج ديال الناس، مثلا في دوله معينه ما تيهضروش بنفس اللغه الام ديال ديك الدوله، والاخر ما تيهضرش باللغه الام ديال ذاك الشخص، فكيقدروا يتلاقاو باللغه الانجليزيه ويقضيو الغرض ديالهم. كذلك ما باغي تخدم باغ انترنيت في مواقع تكون فريلانسر ودير لي سيرفيس ديالك، اغلبيه ديال المواقع حاليا كاينه باللغه الانجليزيه. بعض المرات تيبغيو الدراري او الدراري يدوزوا غير الامتحان ديال الباك ما عارفينش كيفاش يكتبوا واحد الايساي او واحد المقال يدخل المصطلحات والمفاهيم والسينونيمز اند يجاوبوا في الجرامر وفي القواعد الى اخره. واحد بغى يسافر على برا وبغى يخرج وما عندوش اللغه، يعني عموما اللغه الانجليزيه مهمه جدا. فهذا السؤال كان الجواب عليه راه باين، ضروري خصك تعلمها ولاسباب عده اللي واحد النهار في الحياه ديالك غتصادفهم، او الا ما كنتش ديجا صادفتيهم في الماضي فتابعك. ثاني حاجه هي كيفاش نتعلم اللغه الانجليزيه او كيفاش نتعلم اي لغه اخرى. كيفاش تتعلم اللغه الانجليزيه او كيفاش تتعلم اي لغه اخرى في العالم، خصك ثلاثه ديال الحوايج خصك تكون عارفهم. الحاجه الاولى هي القواعد ديال ديك اللغه، مثلا مناش كتكون الازمنه ديالها، كيفاش كتقدر تهضر بها في الماضي، في المستقبل، في الحاضر، في مثلا past perfect او ماضي تام في اللغه الانجليزيه، هذا واحد الزمان الى اخره. ثاني حاجه هما المصطلحات المفاهيم او الكلمات، فكل لغه عندها كلمات، الله يعلم شحال ديال الكلمات كاينين، ولكن خص تكون عارف على الاقل بعض الكلمات ما يتعدى، نقولوا مثلا 2000 كلمه فما فوق. تقدر تكون انت في واحد الليفل اللي هو نقدروا نقولوا عندك البيزكس وعندك واحد النيفو اللي تقدر توصل به. فالمصطلحات والمفاهيم والكلمات ديال ديك اللغه في مختلف المجالات، مثلا في المجال ديال السفر وديال الفيكلز او ديال السيارات الى اخره، في مجال ديال الدراسه والتعليم تكون عارف مصطلحات، في مجال ديال الرياضه ديال الطبخ راك فاهم، فتقدر تكون عارف مصطلحات ومفاهيم وكلمات اللي غادي ينفعوك باش تقدر تواصل بطريقه سلسه. ثالث حاجه اللي انا كنعتبرها صراحه ماشي مهمه، اللي هي البرونونسيشن او كنقولوا لها بعض المرات الاكسنت او النطق او طريقه الكلام. هذه مهمه وغير مهمه في نفس الوقت، فإلا قدرتي انك تعلمها وتبراكتيسي مزيان تكون عندك واحد البرونونسيشن اللي نقدروا نقولوا اقرب للبيرفكت، ماشي بيرفكت، ماشي افريج، يعني ماشي عادي وماشي يعني واعره بزاف، in the middle يعني في الوسط، that's good. ولكن الا قدرتي غير توصل الميساج، الهضره ديالك واضحه وكتهضر مزيان وعبرتي بطريقه زوينه وصحيحه على الفكره ديالك، فهذا يكفي. اوكي، ناخذ مثلا بحال كتبني واحد الدار، فملي كتبغي تبني واحد الدار كيخصك لياجور، كيخصك السيما، كيخصك الصباغه الى اخره. فاعتبر بلي الكلمات في اللغه الانجليزيه هما داك لياجور، يعني كلمه فوق كلمه فوق كلمه فوق كلمه الى اخره. ولكن باش داك لياجور يترابط فيما بينه او يكون واحد الارتباط باش توقف ديك الدار، خاصك القواعد او السيما هي اللي كتربط داك لياجور، وهي اللي كتربط هذه الكلمات باش تكونوا في جمله صحيحه. ثم البرونسيشن او النطق او طريقه النطق الصحيحه كتجي في الصباغه، تقدر تزوق الدار، تحلق عليها بالصباغه شويه من الداخل ومن برا، فكتعطيها واحد كنقولوا سباركل او واحد البريق بديك البرونسيشن ديالك. اوكي، اذا كخلاصه كانوا هادو هما ثلاثه الحوايج الاساسيين او النقاط الاساسيه اللي الا بغيتي تتعلم اللغه الانجليزيه او اي لغه اخرى اللي خصك تكون عارفهم، وهما باش خصك تبدا، يعني القواعد المصطلحات والكلمات والمفاهيم ديال ديك اللغه، ثم البرونسيشن او طريقه ديال النطق او الفلو توكين او طريقه الكلام او النطق الصحيح. داكوغ، وكاضافه باغي نزيدك واحد الفكره في هذا الفيديو هذا، انت او انت اللي كتفرجي فيا، اللي صراحه باغي نقولوا من قلبي ثق بيا او ثقي بيا، اللغه الانجليزيه سهله جدا. داكشي اللي تيقولوا عليه ديك الطريقه باش
كتصور وباش كيدويو بها الناس. وشي واحد مثلا كتلقاه في شي فيديو I just learned English like 2 years ago I was practicing I was doing this and that etc. وتيبقاو تيدوي بزاف وبالزربه وكذا باش ما تفهموا له، كيخلطوا شي حاجه مع شي حاجه. تيق بها اتس اول ايزي، يعني سهله جدا لواحد الطريقه اللي ما غتصورش، اللي ان شاء الله الا بديت السلسله ديال الفيديوهات ودخلت في القواعد اللي هما الاهم في اللغه الانجليزيه اللي ان شاء الله حتى هما غيتشرحوا بطريقه بسيطه جدا، غتعرف باللي كاع داكشي اللي كاين في دماغك وكاع ديك البابل ديال التعنكيشه اللي كاينه في دماغك كتسرح، وغتعرف باللي غتحتاج فقط التركيز والممارسه اللي ان شاء الله غادي نادريسيو ولا غادي نحطوا النقط على الحروف في الفيديوهات الجايين، كل حاجه على حده وطريقه سهله جدا، وطبيعه الحال غادي تكون بالدارجه باش كل شيء فهم. اذا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان النقط الاساسيه اللي شرط لهم اللي ان شاء الله غادي نحللهم كل حاجه على حده في الفيديوهات الجايين دخلوا للدماغ، وعرفتي بان النقط الاساسيه والحاجات الثلاث الاساسيه اللي خصك تعرف الا بتعلم اي لغه هي القواعد ديالها اولا، ثانيا الكلمات المصطلحات المفاهيم ديالها في مختلف المجالات، ثالثا هي البرونسيشن او طريقه ديال النطق ديال ديك اللغه، ماشي بطبيعه الحال بطريقه صحيحه 100% ولكن على الاقل باش توصل الفكره. اذا كان معكم مصطفى، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنساش دير لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع الناس او صحابك او الاصدقاء ديالك اللي ديما تيقول لك باغي نتعلم اللغه ما عارف منين نبدا الى اخره، قول لي راه منين تبدا، وان شاء الله الا دار ابوني لهذه القناه راه غنبقى نبوست فيديوهات اللي ان شاء الله غادي نصح لك كلشي دو ا زد، فيديو مورا فيديو ان شاء الله. See you soon, stay sharp.